الحلقة دي عشان الناس اللي بتحب الشتاء، وكمان عشان الناس اللي مش بتحب الشتاء تحب الشتاء. مساء الفل يا حلوين. هل علينا الشتاء وايامه الحلوه، وانا من الناس اللي بتحب الشتاء. عارف ليه انا بحب الشتاء؟ الله ما قلتش. قول والله العظيم ومصحف شريف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقول. طيب انا هقول لك بس قدام شويه. في بقى اغنيه انا بحب اسمعها قوي خصوصا في الشتاء، مع ان اسمها حبيتك في الصيف، بس حكايه الاغنيه بتحصل في الشتاء. الاغنيه دي جميله جدا، ومع اني سمعتها كتير بس مش فاهمها، مش عارف بقى حظ وحش ولا غباء من الاخرين. المهم قعدت ادور كتير على النت عشان اوصل لمعناها او حتى اعرف هي عايزه تقول ايه، وبرضه ما لقيتش حاجه تفهمني. كل اللي لقيته انهم بيقولوا ان ده موقف حصل فعلا مع الفنانه فيروز. بيقولك ان كان في ميعاد بين فيروز وحبيبها عشان يسجلوا اغنيه، وفيروز كانت مستنياه في الشارع، لكن هو ما جاش وهي فضلت مستنياه، والدنيا مطرت عليها وكان الجو برد وكان يوم منيل بنيل. المهم بقى بيقولك انه بعد كده اتجوزها وهي فضلت فاكره له الموقف ده وكل شويه تفكروا بيه لحد ما كتب لها الاغنيه دي بعد 20 سنه عشان يصالحها. ده ايه المحن ده؟ انا بقى مش مقتنع بالكلام ده. هو اكيد حصل انها استنته في المطر وما جاش، لكن باقي الاغنيه بيحكي حكايه تانية خالص. بص يا سيدي، في الاغنيه بنت بتحكي عن نفسها ان بايام البرد وايام الشتاء، وفي الايام دي الذكريات ما بتتنسيش، والرصيف بحيرة والشارع غريب، الشتاء جامد والدنيا غرقان. تجي هاك البنت من بيتها العتيق، بيتها العتيق يعني بيتها القديم، بنت فقيره حاجه كده زي سندريلا، ويقول لها انطريني وتنطر عالطريق، يقول لها انطريني يعني استنيني، ويروح وينساها، ده مش اتاخر بس ده نساها، ومن كتر الانتظار وتدبل بالشتاء، تدبل بالشتي. وهنا بتشبه نفسها بوردة ودبلت، ومعروف الورد بيدبل في الصيف او في الخريف، لكن من كتر انتظارها وحزنها دبلت في الشتاء. تدبل بالشتاء. حبيتك والصيف، حبيتك بالشتاء، بتقول له انها حبته كل الاوقات، نطرتك بالصيف، وبتأكد على المعنى، نطرتك بالشتاء، والانتظار طول بطول السنة، وعيونك الصيف وعيون الشتاء ملقانة يا حبيبي، وعيونك الصيف وعيون الشتي ملقانة يعني هو ده لقانة. ومعروفة الصيف والشتاء مش بيتقابلوا، خلف الصيف وخلف الشتاء، لقانة خلف الصيف وخلف الشتاء، وكأنها بتسأل ليه لقانة مش بيظهر، ليه مش بيحصل. وهي واقفة مستنية وسط المطر، مرقت الغريبة لقت واحدة غريبة جاية عليها. يا ترى مين دي؟ عطيتني رسالة، ومن مين الرسالة؟ ويا ترى فيها ايه؟ كتبها حبيبي بالدمع الحزين، هي لسه ما فتحتش الرسالة، عرفت منين انه كتبها بالدمع الحزين؟ فتحت الرسالة حروفها ضايعين، حروفها ضايعين. هو ما كانش قادر يكتب الرسالة، بس هي كانت حاسة وفهمت الرسالة. ومرقت ايام وغربتنا سنين، وعدت ايام وعدت سنين، والغربة كانت هي بعدهم، وبعد كل السنين لسه محتفظة بالرسالة، وحروف الرسالة محيها بس الشتاء، للأسف هي دبلت والرسالة اتبلت، وحروف الرسالة محاها الشتاء. يخرب بيت دي أغنية، ايه الجمال ده؟ حبيتك حبيتك حبيتك. المهم الأغنية كلها فراق ونكد. هو يقول لك الراجل كان كاتبها عشان يصالحها. يا عم ده أنا عيطت وأنا بسمعها. أمال لو كان عايز يطفشها كان كتب لها إيه؟ سيبك بقى من الأغنية وتعالى أقول لك أنا ليه بحب الشتاء. لما الشتا يدق البيبان بجري أفتح على طول. لما تناديني الذكريات، أيوة بالظبط كده، في الشتاء بتناديني الذكريات. لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام. شوف المنظر، شوف الجمال، شوف الإحساس، هو ده الشتاء. احاسيس وذكريات. الشتاء دايما بيفكرك وبيرجعك لاحلى ايام. فاكر لما كنت بترجع من المدرسه وهدومك غرقانه من الشتاء، واول ما تروح البيت تلاقي امك عامله لك احلى اكلات الشتاء زي السبانخ او العدس او القلقاس وغيرهم من الاكلات الجميله؟ طب فاكر لما كنت بتستعبط وهي بتصحيك وتقول لها انا تعبان ومش قادر اروح المدرسه وتقعد تعيط لها وما كنتش عارف تنزل دموع؟ طب فاكر لما كنت بترجع من الدرس وهدومك كلها طين عشان اتزحلقت في ميه الشتاء؟ فاكر لمه البيت وانتوا بتهزروا وتتفرجوا على التلفزيون وتتدفوا بكوبايه شاي
ازاي؟ عارف احساس الدفى لما تبقى تحت اللحاف وسامع صوت الشتاء والبرق؟ اهو ده مش هتحسه غير بس في الشتاء. طب جربت تتمشى والدنيا بتشتي والليل هادي والشوارع فاضيه وكل الناس في بيوتها وتحس كأن الشتاء ده معمول عشانك انت بس؟ طب اسأل تيتا او جدو عن الشتاء هيقولوا لك ان الشتاء خير. ومن جمال الشتاء المخرجين في الافلام بيعملوا مطر صناعي عشان يدي جمال ويوصل لك احساس معين. يعني من الاخر كده الشتاء فيه اجمل احاسيس واجمل ذكريات. لسه برضو ما حبيتش الشتاء؟ طب يعني اعمل لك ايه تاني عشان تحب الشتاء؟ بجد فايتك كتير لو ما بتحبش الشتاء. بمناسبة دخول الشتاء يا ريت اللي يقدر يساعد الناس المشردين والناس اللي بيوتها بسيطة وما عندهاش غطا كفاية والحيوانات اللي في الشوارع حتى لو مساعدة بسيطة، وربنا معاهم ويهون عليهم. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام.